السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. كل لحظة وأنتم بألف خير. النهاردة طبعا أول يوم رمضان، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب، ويتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال. النهاردة هنعمل العصير مع بعض. احنا ما خزناش أي عصير، ما عملناش غير عصير الكركديه والتمر. لأن الحمد لله رب العالمين الخير موجود في السوق. في برتقان وفي فراولة وفي ما شاء الله الحاجات كلها موجودة. معانا هنا لفة قمر الدين، حطيناها في شوية مية دافية وهنسيبها. ممكن تنقعيها من بالليل لغاية ما تستخدميها الصبح أو تاني يوم، أو تنقعيها الصبح وتشتغلي بيها عادي آخر النهار. طبعا ده نقعتها الصبح، عشان كده حطيت المية دافية ونقعتها الصبح، ما نقعتهاش بالليل يعني. ما شاء الله زي ما قلنا الفاكهة في السوق، فبفضل ربنا كده متاح معانا ان احنا كل يوم نعمل العصير اللي احنا عايزينه، يعني بطريقة سهلة ومش هنخزن ولا حاجة. البرتقال الحمد لله مال السوق، والدنيا فيها خير الحمد لله رب العالمين يعني. ده نص كيلو جزر غسلاه حلو قوي وبشراه، شايله القشره بتاعته ومنضفاه كويس اوي. هنقطعه، وقطعيه بالطريقه اللي انتي حابه تقطعي بيها، صغيره كده، مربعات، اي تقطيع يعني اللي تريحك. حط له شويه ميه على النار وهنغليه، هنغليه كويس. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا حاطه الميه على النار، هنخلص. انا زي ما قلت لكم ده نص كيلو، مش كتير. طبعا اغلبيه ولادنا مش بيحبوا الجزر يدخل في حاجات، فاحنا بنحاول نعمل لهم حاجه مغذيه. ما نكترهوش، هو زي ما بقول لكم كده نص كيلو. ولادنا ما بياكلوش يعني الجزر ده كتير، فاحنا هنعمل لهم حاجه مغذيه زي ما قلنا. وحاطين الميه على النار خلاص كده. و اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حاجة كده ايه، ما شاء الله فريش، ما فيهاش اي مواد، ما شاء الله، عاملاها في البيت نظيفة، انت غاسلة الحاجة بايديكي. كوباية عصير طبيعية، هتعجبك جدا جدا. مش هنضيف لها اي سكر خالص. آه، خلاص هنسيب الجزر يستوي، وهنقشر معانا 2 كيلو برتقان هنا. اي نوع برتقان متاح عندك، برتقان بلدي، برتقان بصرة، بس لو بلدي طلعي البذر بتاعه عشان لما تضربيه في الخلاط ما يمررش. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب يجعلها الايام كلها خير عليكم ان شاء الله، وسعادة وراحة بال. وهنا طبعا احنا عاملين اجواء كده رمضانية. عندك زينة، عندك مفرش، عندك فانوس. طبعا احنا مش بنشتري الحاجات دي كل سنة، بنشتريها مرة وبنقضي بيها شهر رمضان، الولاد يفرحوا وندخل على بيوتنا كده الفرحة. وبعدين بنشيلهم في علبهم ونشيلهم ايه، نطبق المفارش كده وننضفها ونشيلها رمضان اللي جاي إذا ربنا أدانا العمر وعشنا يعني، ونحافظ عليهم. لان الحاجة طبعا زي ما شايفين اسعارها عاملة ازاي، فمش مش هينفع كل سنة نشتري. يعني معاكي فانوس بنوتك، معاكي فانوس ابنك كده، حافظي عليه وبينفع يعني. عقد النور بنخلص وبنلفه بطريقة حلوة عشان ما يمسكش في بعضه كده وتفكيه بصعوبة ويتقطع. لا، لفيه على حاجة كده، على ورقة كرتون أو أي حاجة لفيه، عشان لما تفكيه يتفك معاكي بسهولة. وبنشيلهم في مكان كده بعيد عشان ما يتبهدلوش، وبنطلعهم كل سنة. تعملي كده ايه، جو كده في بيتك. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها فرحة وسرور وهنا يا رب، ويجعل رمضان كريم علينا كلها، كل الناس يا رب، علينا كلنا. خلصنا حبايبي هنا البرتقال، وزي ما شايفين كده قطعناه بالطريقة برضو اللي تعجبك، لأن هيتضرب في الخلاط. وطبعا معانا الجزر استوى واتهرى جامد قوي، وطفيت عليه
وبعدين هنضرب البرتقال في الخلاط. عايزة تحطي الاتنين مع بعض تضربيهم في الخلاط تمام، عايزة تحطي كل واحد لوحده مفيش مشكلة. عندك البرتقال بينزل ميته تعرفي تضربي بيه، وممكن تحطي كبشة مية من مية الجزر. احنا كده كده هناخدها لان احنا ما خليناش فيه مية كتير، يعني ميته زي ما شايفين كده حاجة بسيطة خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنحط حبة الجزر بعد ما استووا تماما، وهنضيف لهم المية بتاعتهم، وهنضيف عليهم برتقال كمان ونعصرهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده عصرناهم كلهم وبنصفيهم بالمصفى. احنا لغاية دلوقتي ما جيناش عند قمر الدين خالص، احنا دلوقتي اللي بنعصره ده وبنصفيه البرتقال والجزر بالبرتقال، سواء هتضربيهم على بعض في الخلاط او كل واحد لوحده. بتصفيهم كويس قوي بالمصفى، وبعدين بتضيفي عليهم العصير بتاع قمر الدين. بس بعد ما تخلصي البرتقال خالص. عايزه اقولك انا كده ما ضفتش اي سكر ولا عسل ولا اي حاجه، ما ضفتش. الجزر اللهم بارك مسكر قوي، البرتقال حلو بسرة ومسكر طعمه حلو، في قمر الدين برضو طعمه حلو مش ممرر ولا حاجة. فأنا مش محتاجة سكر، أنا ما ضفتش سكر في الوصفة دي نهائيا، وطعمها جميل جدا. اللي محتاج سكر أو عسل يحط، احنا عشان مش بنحب الحاجة مسكرة، ولكن أنا شايفاها إن هي مسكرة يعني مش كده. خلاص ضفنا كله على بعضه، وده قمر الدين اللي احنا كنا ناقعينه خلاص ما شاء الله اهو شايفين. وهنقلبهم كويس جدا بالشكل ده. عايزه اقول لك كوبايه العصير دي احسن من اي حاجه هتجيبيها فيها مواد صناعيه او اي حاجه، ده مفيد جدا جدا لاولادك وفي البيت. اللهم بارك، شايفه الشكل عامل ازاي. يا رب يا حبايبي كل لحظه وانتم بالف خير، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم جربوها، ومغذيه ومفيده لاولادكم كل لحظه وانتم بالف خير. وشكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.